احيانا العنصريه بتحكم باحكامها. وهتقول لي ازاي بتحكم باحكامها؟ زي النهارده في ماتش بتاع ريال مدريد واتلتيكو مدريد، الماتش اللي هو كان حماسي قوي وكان عجبني الاجواء اللي بتدور، وبالرغم ان هي الاجواء مش لطيفه جدا بس تحسسك اللي هو القانون الجديد بتاع الليجا عامل تاثير كبير، وخلى من الجماهير اللي كان عنصري هو حاليا لحد دلوقتي عنصري، بس اللي خلاه يهدى شويه عشان يخاف على فريقه. وبالرغم ان هو لو كان فضل مكمل في العنجهيه بتاعته الجمهور كان صعب فعلا والعنجهيه بتاعته ويفضل يكمل، كان هيأثر على فريقه بالسلب، بالرغم ان هو بيعمل كده لمصلحه فريقه. وقد كان جت لمصلحه فريقه، اللي هو قعدوا حبه يقعدوا يجي حوالي 25 دقيقه ولا 20 دقيقه يريحوا يفصلوا من التوتر اللي هم كانوا فيه، وكانوا مضغوطين باين قوي على بتوع اتلتيكو مدريد، مضغوطين لدرجه اللي كان فيه اول شوط كانت في الدقيقه 80 ولا الدقيقه 85. يعني بص الحوار ماشي ازاي. هتقولي طب ايه الاجواء الجميله اللي انت بتقول ما انت اتلتيكو مدريد، انت كده عارف طريقه سيميوني وعارف طريقه الريال، بس انت الريال كده انت ما تقدرش تلوم عليه. هو الريال وكل حاجه، بس انت ما تقدرش تلوم عليه، اللي هو خلاص عمل اللي عمله وجاب جون من ميليتاو. بس انت هي العنصريه عامه هي عباره عن الحلقه والعنصريه الشديده التي ما بتديش حق للاعب اللي بيلعب في الليجا. ولو تاخد بالك من السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها كان اللي متضر فينيسيوس، تمام؟ بس انت عامه ما تجيش تستفز الجمهور وخليك انت مركز في الملعب. بس برضو ده مش مبرر اللي انت تهدف عليه كيس زباله على كورتوا. هو يستاهل، وعمنا ابو تريكه رمى كلمتين في نص الكلام، وانت كده فاهم وانا فاهم ابو تريكه بيقول ايه، وراجل بيقول حقاني، بس احنا في مكان مش حقاني خالص. فاعتقد ان احنا ممكن نتأذي شويه، بس ممكن نقول ان احنا ما ناخدش بالنا من اللي بيدور وكمل يا معلم في الملعب ومالكش دعوه باللي بيدور. لكن انت الحكم قال لك يا معلم احنا مش هنلعب، وهو قرار الحكم مش قرار من لعيبه ريال مدريد. برغم ريال مدريد كانت ممكن تكمل عادي، ممكن تشتكي للحكم بس هتكمل عادي، وده القانون ده عاجبني بصراحه. بس انا شايف اللي انت زي حوار ستيرلينج، معلش للمقارنه عشان انت عارف انت الجمهور الانجليزي هادي شويه مش بتاع التراس والشغل ده. فانت واحد شتم ستيرلينج اتمنع اصلا من منتشره الدوري الانجليزي عامه. يعني هو لو في ماتش بيتذاع على التلفزيون يتفرج عليه، عشان انت عارف ان انت الدوري الانجليزي ما بيذاعش المطوشه عشان تخلي الجماهير تفضل حاضره في ارضيه الملعب والشغل ده. بس ما علينا، نخش بقى في موضوع وفي اساس المباراه اللي هي اصلا كانت غريبه. الشوط الاول ما تقدرش تنكر اللي هو كان ممل شويه، واللي انت ممكن تبقى قاعد بتتفرج وتبقى بتتفرج على التليفون بتشوف دنيتك ايه عامله ايه النهارده، لابسه ايه، انت لابس ايه، الدنيا يلا ننزل ومفيش اي مشاكل، تقعد على القهوه مع اصحابك تدي واحده دومنه وتخلص الكلمتين اللي انت عايز تقولهم لو في واحد صاحبك بيرخم عليك او بيلقح عليك والشغل الحمضان ده وخلص الموضوع. الشوط الثاني هو اللي ابتدى بقى ايه يشد يا معلم، اللي هو ايه ابتدينا نحس ان في مغامره كده بتاع. يعني انا ما شفتش ريال كان بيشوط في الشوط الاول كوره على المهاجم، يعني فاهم قصدي، على الحارس يعني على اوبلاك، وما شفناش كورتوا في الشوط الاول. يعني فابتدينا نشوف كورتوا شويه وهو بيتحدف عليه الزباله يعني هو بيتحدف عليه الزباله، ابتدينا نشوف ايه ده كورتوا بيلعب ماشي خلاص يعني. لكن انت اللعيبه الصفقات الجديده اللي هي من ناحيه اتلتيكو مدريد اللي هو كالاجر والفاريس، واعتقد هم دول اكتر اتنين اللي كانوا بيلعبوا واللي كان معمول عليهم ضجه، ما اثروش جامد قوي، وكان باين عليهم ان هم متوترين شويه، فاهم، مش قادرين يجاروا الماتش مع الريال وكده عامه يعني. بس انت الريال كان نقطه الضعف بتاعته تشاوميني اللي انا مش عارف لحد دلوقتي هو بيعمل ايه، وكنت شايف اللي هو يطلع من الاول. والخطه اللي عجبتني بتاع ريال مدريد اللي هو ابتدى يلعب الخطه بتاع السنه اللي فاتت، وازاي هيلاعب بيلينجهام ومفيش مهاجم، وهنخلي ازاي رودريجو وفينيسيوس يعملوا مش عارف ايه. لكن انا عجبني الطريقه دي، وهنيجي في فينيسيوس بعدين. بس انا والله تعبت انا من فينيسيوس على ميتين امه، بني ادم بضان بامانه، استغفر الله العظيم يا رب. يعني يلا كمل يا معلم، انت طريقه اللعب هي كانت محكمه، وما خدتش بالي من مودريتش يعني، فاهم عامه يعني خط النص هو كان متقفل عشان انت اتلتيكو مدريد في تكتل، يعني عاملين زحمه، يعني فرقته يعني اللعيبه بتاعتهم عامله زحمه على ريال مدريد، ففي لعبكه ولخبطه كده، وانت مش فاهم، مفيش كوره صح اصلا في النص، انت بتبتدي بتلعب على الاطراف، وعلى فكره انت مش عارف تلعب
مش عارف تلعب عامه، من اتلتيكو مدريد وناحيه ريال مدريد اللي هي مخليه الاجنحه كلها راجعه لورا، من مندي ومن كارفاخال اللي هو مش هيقدر يجاري من اللعيبه، ولا اللعيبه هتقدر تجاري عشان انت ايه في عفرات في يعني ماتش اللي هو ايه كله محذر من التاني. بس انت لو تاخد بالك اللي انت لما يبتدي كوره من رفاهيه من فينيسيوس اللي عامل اداء نسبيا كويس من غير عقليته دي اللي هنيجي نتكلم فيها، كوره من ميليتاو هي مستفزه بصراحه. لو انت بتشجع اتلتيكو مدريد، انا خلي بالك التيشيرت عاجبني ولا بشجع ده ولا ده، انا مصلحتي برشلونه اولا، فاهم؟ فكوره من ميليتاو بتيجي حلوه تمام، الدنيا تمام، الكوره بتخبط في المدافع وتخش ايه في اوبلاك. فانت دلوقتي ماتش زي ده خلاص انت هتبتدي بقى ايه تهاجم. لا، كان فيها رجاله من اتلتيكو مدريد، ده عامل ايجابي اصلا اللي انت ريحت اتلتيكو مدريد. فاهمهم يا جماعه، ركزوا، الدنيا تبديلات، انخيل كوريا نزل في كام كوره كده فاهمني، ابتدوا بقى يضغطوا. لينو اللي هو البرازيلي ده نزل عمل حيويه بقى في ناحيه الشمال، وفضل بقى ماسك بقى اللعيبه بقى ايه بكارفاخال وميليتاو دعك بقى فاهم، يمين وشمال فاهم، ويجري معلم يقطم ويشوط. كورتوا شال كوره حلوه اللي هو اول كوره تتشاط عامه يعني في الدقيقه مثلا في الدقيقه 76 80 كده في الحوار ده. لكن انت لما تاخد بالك اللي انت اتلتيكو مدريد فضل ضاغط، كوره بقت ارضيه اكتر، العرضيات ما بيستغلهاش، ويعتبر انت ما عندكش حد حاليا في ماتش زي ده بالتبديلات اللي انت طلعتها، ما فيش حد عندك بيعمل كوره راسيه عدله. انت طلعت المهاجم اللي هو سورماند ده ولا نورماند ده لما اتصاب وخد خبطه في دماغه، يعني ربنا يستر. وتيجي انت في كوره يعني هي جامده فشخ بتاعت انخيل كوريا اللي كانوا بيقولوا عليها اوفسايد من الاول، انا ما اعرفش هو ولا بتاع الاوفسايد كان اعمى ولا لا، بس انت عشان المصلحه اللي انت في نظام الفار هو لحق اتلتيكو مدريد. كوره زي دي كل كورتوا واكله من ايام امبابي لما كان بيلعب في باريس، يعني يعني اسف على التشابه، اللي هو امبابي عمل ترقيصه احلى، بس انت كورتوا باع نفسه بصراحه، وحظه برضه اللي هي كانت ممكن تطلع، بس انت ايه ساعده روديجير ولا ميليتاو خبط في رجليه وكملوا ودخلت جون وبتاع. لو انت لولا اللي كان خبطه كده والتحام وحوار اللي هو يورينتي لما دخل في قصبه فران جارسيا، كوره نفس بتاعه برونو هرنانديز نفسها بالظبط، وهي لازم طرد، هي ما فيهاش انذار اصلا، ودي كوره يعني فاهم ما تقدرش ايه تتكلم فيها. بس هو ده كل ده في الماتش، بس احنا هنتكلم على مانشستر يونايتد وتنهاج. امشي عشان انت بقيت، انا مش هقدر اقول لك اللي انت العيب فيك، انت لعيب وخليت الروح اللعيبه ميته خالص، وده اثبت لي اللي انت اي لاعب موهوب وجامد يروح مانشستر يونايتد بيموت من اولهم ماونت، من اولهم مزراوي، من اولهم ديخيا، قصدي ديليخت، مين تاني، سكيرزي. الراجل ده كان عامل اداء كويس في ايطاليا مع فرق اللي هو كواليتي وكل حاجه، بس ده عامل فرق كبير قوي. راشفورد انت تغور في ده عشان انا ما اعرفش انت مشروع بناء لايه اصلا، مشروع بناء فاشل ولاعب فاشل وبتفكر لمصلحتك، ولو حد قلب عليك ما بتفكرش لمصلحه النادي. ويعني انا مش عايز اشتمك بامك يعني فاهم، عشان الفيديو مش عشان انت يعني تستاهل الشتيمه وبس. يعني انا ما اقدرش اقول حاجه تانية عشان انت مبوظين الدنيا بصراحه ومسخفين قوي، وبصراحه ده نادي يعني ما يستحق اكبر من كده، والمفروض يكون بالفتره الزباله اللي انتوا عملتوها ده على الاقل يكون طالع بدوري ابطال واحد حتى، ما ينفعش على الاقل يبقى في سيمي فاينال او في فاينال. نادي تاريخي اصلا، انا ما اعرفش ازاي. بس ده كل الموضوع، والسلام عليكم.